تركزت حول مجالات التعاون في مجالات مختلفة. إذا أكدت ميركل استعداد ألمانيا لتقديم مزيد من الدعم لليمن، خاصة بما يسهم في دعم الشباب والقطاعات التي يمكن أن توفر فرص عمل لهم. كما أكدت تأييد ألمانيا لخطوات الرئيس هادي في تنفيذ العملية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية، معبرة أيضا عن مباركة ألمانيا للخطوات المنجزة في الإعداد والتهيئة للحوار الوطني على طريق المضي باليمن إلى الاستقرار الأمني والسياسي، باعتبار ذلك أمرا مهما لليمن وللعالم من منطلق الموقع الاستراتيجي المهم لليمن. فيما قدم الأخ الرئيس عرضا شاملا عن الصورة في اليمن في ظل المرحلة السياسية الجديدة وما تم على صعيد مسار نقل السلطة، معبرا أيضا عن العزم في المضي نحو تحقيق الأهداف بما يكفل إحداث التغيير الشامل، مبديا تقديره لمساندة ألمانيا لليمن باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين لليمن منذ زمن بعيد. كما استعرض الرئيس حجم التحديات أمام اليمن، مستعرضا أيضا النجاحات التي تحققت في الحرب على القاعدة في أبين وشبوة وما يمثله ذلك من أهمية على طريق مواصلة الحرب ضد الإرهاب. ومن ثم عقد الرئيس عبد الرب منصور هادي والمستشارة أنجيلا ميركل مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى بعض القضايا ذات الصلة بالأوضاع في اليمن وعلاقات البلدين، وفيما يلي وقائع المؤتمر الصحفي. Meine Damen und Herren, ich möchte السيدات والسادة، أرغب اليوم من أعماق قلبي أن أهنئ الرئيس هادي رئيس الجمهورية اليمنية. نحن مسرورون بزيارته لنا في ألمانيا الاتحادية في العاصمة برلين، هو والوفد المرافق له للقيام بأعمال كثيرة وبرامج مختلفة في سنوات سابقة وفي مجالات مختلفة. وعلاقات ألمانيا مع اليمن علاقات جيدة تؤكد مدى قوة التعاون بين البلدين، ونتمنى من خلال هذه الزيارة أن تستمر هذه العلاقات الطيبة. ونريد خلال هذه الزيارة مناقشة مشاريع مثل المياه والاتصالات ومشاريع أخرى تقدمها ألمانيا. ولو نظرنا إلى موقع اليمن في خارطة العالم لوجدنا أن اليمن تتمتع بموقع استراتيجي هام، لذلك ألمانيا تدعم اليمن بكل الوسائل. ولاحظنا أن كثير من اليمنيين الواصلين إلى ألمانيا نرى تطور المواطن اليمني ومدى الإنجازات التي قامت بها الحكومة اليمنية في الحرب ضد القاعدة والقراصنة. واليمن تتميز بأنها دولة ديمقراطية حديثة والمواطنون ديمقراطيون، وأعتقد أن هذا الشيء ضروري لكي تجاري الدول المتقدمة. واليمن تقوم بعمل فعال وجاد في مجال حقوق الإنسان. auch mit Chancen für die jungen Menschen. Und wenn man sieht, dass es noch ونطلب اللقاء بين وزيري المالية في البلدين، لأن ألمانيا ترغب في إنشاء وتطوير المشاريع التي من خلالها تجعل اليمن في مقدمة الصفوف وفي مختلف المجالات. وأخيرا مرحبا بكم في برلين. Und wir wollen weiter hilfreich mit dabei sein, wenn es eine gute Entwicklung für Ihr Land geht. Noch einmal herzlich willkommen. شكرا كثيرا. أنا سعيد جدا بزيارتي إلى ألمانيا وإلى برلين اليوم. ونحن كما تعرفون أنتم صحفيين ومطلعين أن هناك مبادرة
تمت في اليمن، مبادرة الخليجية نسميها وآلية التنفيذية. وهذه المبادرة يعني قسمت الحكومة مقسومة قسمين بين أحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة، ورئيس الوزراء يكون من الأحزاب المعارضة. ومشت المبادرة الخليجية مقسومة إلى مرحلتين: مرحلة أولى تشكيل الحكومة، حكومة اتفاق وطني وإجراء انتخابات مبكرة، والمرحلة الثانية هي إعادة هيكلة القوات المسلحة والحوار الوطني الذي تدخل فيه كل الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والأحزاب الذي لم تكن موجودة أيضا موافقة على المبادرة الخليجية. نحن نفذنا المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية، وهي تشكيل حكومة الائتلاف الوطني والانتخابات الرئاسية، وبدأنا الآن نشكل لجنة للاستعداد للحوار الوطني، ونتمنى أن الحوار الوطني يبدأ قبل نهاية العام هذا، وسوف يستمر 5 شهور. والحوار الوطني سوف تطرح فيه كل القضايا اليمنية، ما فيها القضية الجنوبية وما فيها قضية الحوثيين في شمال الشمال وبقية كل القضايا، وتدرس هذه القضايا، ونعمل على إنشاء منظومة الحكم الجديد. وسوف يتعدل الدستور، سوف يتم تعديل الدستور وفقا للنظام الجديد، ونسير على نهج الحكم الرشيد والتبادل السلمي للسلطة. ونريد في اليمن، كل اليمنيين يريدون أن يذهبوا مع العالم إلى القرن 21 ولا يتوقفون في محطة القطار. شكرا. إذا في أي سؤال تفضلوا. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie gestatten, eine Frage zur aktuellen Situation zwischen der Türkei und Syrien. Die Türkei hat auch heute wieder Ziele in Syrien beschossen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Was erwarten Sie von den beiden Ländern, der Türkei und Syrien? Also erstens verurteilen wir aufs Schärfste die syrischen Angriffe auf die Türkei. Das war ja auch Gegenstand der Beratungen des NATO-Rates gestern. Wir rufen gleichzeitig alle Beteiligten zu großer Besonnenheit auf, aber klar ist auch, die Verurteilung Syriens ist hier völlig klar für die الخارجية الألمانية يقوم بإجراء اتصالات مع نظيره التركي، وفي نفس الوقت ألمانيا لم تتخذ قرارا حتى اللحظة حول كيفية الرد على هذا الهجوم. سؤال إذا فخامة الرئيس، أنا مراسل جريدة الحياة، وأحب أن أعرف منكم ما هي التحديات الأساسية التي مطروحة أمامكم الآن، خاصة أمام مخاطر انفصالية في الجنوب، وما هي الخطوة التالية الأساسية التي ستقومون بها؟ An die Frau Bundeskanzlerin auch vielleicht eine Frage. كيف تنظر الحكومة الألمانية إلى الوحدة اليمنية؟ Dem jemenitischen Präsidenten, wo sehen Sie die Hauptprobleme im Moment in Jemen und Jemen? شكرا. بالنسبة للسؤال حقك فيما يخص في حراكين في الجنوب، حراك سلمي وحراك غير سلمي. الحراك الغير سلمي الذي هو يستخدم السلاح وهو مدعوم من إيران، هذا هو يريد انفصال، ولكن ليس الجنوب كله يريد انفصال. فأنا رئيس اليمن وأنا من الجنوب، ورئيس الوزراء الجديد وهو من الجنوب في حكومة الائتلاف، ولهذا هناك حوار سيتم
قبل نهاية العام هذا، وسيستمر 5 شهور، وتطرح كل القضايا اليمنية على طاولة الحوار من أجل تغيير منظومة الحكم، لأن منظومة الحكم السابقة هي منظومة لا تتواكب مع القرن 21، منظومة متأخرة. وهذه منظومة الحكم الجديد سيتم فيها تعديل الدستور، وسنستفيد من التجارب الأوروبية ومنها التجربة الألمانية. شكرا. Aus meiner Sicht gibt es 2 Sorten von Problemen, die parallel zu bewältigen sind. Das eine ist die Aufgabe, dass sich التي تم بناؤها منذ مئات السنين. الواجب الحفاظ عليها والعمل على بنائها وتطويرها وتماسك الشطرين وتسخير كل القوى لحل المشاكل، وعلى كل السياسيين وكل القوى الشعبية أن تعمل على الحفاظ على هذه المنجزات. dieser neue Staat nicht nur eine ordentliche politische Ordnung hat, sondern dass in ihm die Menschen auch besser leben können als bisher. Hallo, Stephen Brown von Reuters. Haben Sie auch die هل هناك أي مشاكل تواجهونها مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟ علي عبد الله صالح هو تم وقع على المبادرة الخليجية هوى، والمبادرة الخليجية تطلب فيها انتخابات مبكرة، وهو وافق على هذا المبادرة، وتمت الانتخابات المبكرة، وتم تسليم سلسلة السلطة بين الحكم السابق والحكم الجديد، ولا هناك أي مشكلة. وهو عنده حصانة يعني من البرلمان أنه يرفع عنه أي محاسبة أو أخطاءها في الماضي.